اقول لك كلمتين هيغيروا حياتك 360 درجة. نفسك في حاجة بعيدة قوي عن ايدك ومش عارف توصل ازاي؟ هقول لك على 9 حاجات بس تعملهم باتقان. اول حاجة الدعاء بيقين، هو الاسمنت اللي هتبني بيه السلم علشان توصل لحلمك. تاني حاجة الاستغفار، هو الطوب اللي هترصه واحدة فوق واحدة لحد ما توصل. تالت حاجة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هي الورد اللي هتفرش بيه السلم بحيث تطلع وانت مرتاح البال ومطمن ومش قلقان وخايف لحسن ما توصلش. رابع حاجة الصدقات، هي اللي بتديك قوة تطلع درجات كتير من السلم مرة واحدة بدل ما تطلع خطوة خطوة. خامس حاجة قيام الليل، ده اللي ليك بقى فيه يوميا دعوة مستجابة وربك بيتنزل فيه للسماء الدنيا يسألك عن حاجتك، هل من سائل فأعطيه. سادس حاجة قراءة سورة البقرة، دي بقى الكوم الكبير اللي والله وعن تجربة محدش واظب عليها إلا وشاف في حياته العجب من التيسير والبركة في الرزق واستجابة الدعوات وتفريج الهموم. سابع حاجة أذكار الصباح والمساء، بتشحن روحك بطاقة عالية أوي أوي أوي، بتخليك عندك حسن ظن بالله في إن دعواتك هتستجاب، وده لأنك بمجرد قراءتها بتكون في حفظ من الله. تامن حاجة الصلاة على وقتها، ودي اللي من الآخر لو ظبطتها هتظبط حياتك ومفيش أي عمل صالح هينفعك لو ما بتصليش. تاسع حاجة الدعاء بظهر الغيب، وده بقى للناس اللي بتعمل ذنوب وكل شوية تقع وتقوم وحاسة إنها مكسوفة وخجلانة من ربنا إنها تطلب منه حاجة لنفسها. لو أنت كده ما تخليش شيطانك يقدر عليك، وادعي لغيرك بظهر الغيب بالدعوة اللي أنت نفسك فيها، وكده كده الدعاء بظهر الغيب أسرع الدعاء استجابة، وفي ملك لم يعص الله قط هيدعي لك بنفس دعوتك دي وتبقى ضربت مليون عصفور بحجر واحد. امشي على الروجيتا دي وعرفها لغيرك وانشرها على قد ما تقدر، وانتظر تحقق ما تتمناه وطال انتظاره عن قريب.